ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. وقبل ما نبدأ القصة، صلوا على النبي. خلصت الكيكة وخرجت عشان اديها له، لقيت جنبه بنوتة صغيرة. الكيكة جت اهي يا حبيبي بابا. بابا يا خرابي، وانا اللي فكرت الكيكة ليه هو. يلا يا حبيبتي بقى عشان تاكليها وتقولي لي ايه رأيك. شكرا يا طنط، انا هروح اكلها بقى واقولك رأيي. وقعدت على السفرة عشان تاكلها. كانت بنت جميلة جدا في حدود 8 سنين، وبريئة ورقيقة، وجميلة زي باباها قوي. بنتك؟ أيوة بنتي. والحواديت اللي كنت بتسألني عليها بعرف أحكيها ولا لأ؟ هتبقى عشانها هي صح؟ أمال عشان أنا؟ أنت بتتعصب ليه؟ أنا أسفة مقصدش، بس يعني أنا اتفاجئت إن في طفلة. ليه؟ ما بتعرفيش تهتمي بأطفال؟ لأ خالص، أنا بحبهم جدا على فكرة، وبعرف أكون حنينة عليهم. طب تمام، هو ده المطلوب. كل حاجة عنها تعرفيها بكرة. وأسف إني تعبتك في الكيكة. لأ على فكرة، ولا تعب ولا حاجة. أنا أصلا بحب أعمل الحاجات الحلوة على طول. وفي الأول وفي الآخر ده شغلي يا أستاذ. أسفة، أنا معرفش اسم حضرتك. يوسف. ده شغلي يا أستاذ يوسف. تمام. تتأكدي إنها نامت وبعدين تنام انتي. اوضتها جنب اوضتك بالظبط، بس الأهم من ده كله إن رمزي بنتي بتتعلق بأي حاجة بسرعة. أشخاص بقى، أو ألعاب أو حيوانات. أي حاجة بتتعلق بيها بسرعة. وبتتعب لو الحاجة دي بتفارقها. فلو ناوية تسيب الشغل في يوم من الأيام تقدري تمشي من دلوقتي. مش هسيب شغلي. ومفيش أجازات. ومفيش حاجة اسمها هزور أهلي. ما عنديش أهل. أنا عارف إنها أنانية مني. بس أنا في الأول وفي الآخر أب. وبيدور على راحة بنته. كل اللي قبلك مشوا عشان الأسباب اللي قلتها دي. عشان مفيش واحدة وافقت تتنازل عن كله ده. فاهماني؟ فاهمة ومقدراك والله. طيب. لو في حد في حياتك ويبقى في جواز بعد فترة برضو تقدري تمشي. عشان زي ما قلت أنا أب بيدور على مصلحة بنته. مش هقدر أشوفها اتعلقت بيكي. ولما حضرتك تتجوزي تسيبيها وبنتي تتعب. أستاذ يوسف اطمن. مفيش أي حاجة من دي هتحصل، حياتي كلها هتكون تحت أمر رمزي. قلتها وابتسمتله. ورد لي الابتسامة. حسيت إنه أخيرا ارتاح. تصبح على خير يا أستاذ يوسف. وخدت البنوتة ودخلت معاها أوضتها عشان ننام. وفضلت جنبها بحكي لها حدوتة عشان تنام. وبعد شوية كانت نامت. عايزة أشرب. عيني يا روحي حاضر. ثواني وأجيبلك المية. ودخلت المطبخ عشان أجيب كوباية مية. شفته بياكل من الكيكة بتاعتي. يا طنط، ممكن بعد ما أشرب تفضلي معايا لحد ما أنام؟ عدى كذا يوم وأنا علاقتي برونزي بتكبر عن اليوم اللي قبله. فهمت إن مامتها توفت بسبب حادثة. وغالبا نفس الحادثة دي اللي كانت السبب في عجز يوسف. وعرفت كمان إن اللعبة المفضلة عند مامتها الشطرنج. عشان كده رونزي بتحب تلعبها. وعشان كده كان بيسألني إذا كنت بعرف ألعب اللعبة دي ولا لأ. كان أب عظيم. وحنين وجميل. أوقات كنت بغير من رونزي إنها عندها أب حنين عليها. وبيحبها الحب ده كله. يا بختها بيه. ورغم إنه عاجز لكنه نجح على طول. مشغول ووراه اجتماعات. وعمره ما طلب مني أي مساعدة من وقت ما جيت البيت. لكن كان بينبسط لما بيلاقي علاقتي برونزي كويسة. وبس كده يا ستي. اعترف علاء الدين إنه مش أمير ولا حاجة. بس بيحب ياسمين. فياسمين وافقت تتجوزه. وهو مش أمير. وعاشوا في تبات ونبات. بس هو ينفع أميرة تتجوز واحد عادي يا روز؟ اه أكيد ينفع. بس هو فقير يعني. مش هيديها فلوس ولا دهب. وهي أميرة. لازم تاخد الحاجات دي. كلامك صح. بس عارفة بقى هو اداها ايه؟ اداها حاجة أهم من كل ده. ايه؟ اداها قلبه. يعني ايه؟
يعني بيحبها، والحب هو اللي بيعيش يا رمزي، مش الفلوس. صح، بس انا ليه مش اسمي ياسمين؟ انتي اسمك احلى اصلا، اسمك مميز. بجد؟ اه طبعا بجد. انا بحبك جدا، وانا قد الدنيا دي كلها. بس يلا ننام بقى. حاضر. تصبحي على خير يا روستي. وانتي من اهل الخير يا اميرة الاميرات. نام. وخرجت من الاوضة، واول ما خرجت من الاوضة لقيته قدام باب الاوضة. حضرتك هنا من بدري؟ ايوه. طيب، تؤمر باي حاجة؟ قهوة. عايز قهوة عشان مصدع. دخلت المطبخ عملت القهوة. دقايق ودخل ورايا. ما تبقيش تحكي للبنت حكايات كلها رومانسية. تحب احكي لها نوع ايه من القصص؟ الواقعية بلاش. بلاش شغل الخيال ده والنهايات السعيدة. مش كل نهاية قصة لازم تبقى سعيدة، ويعيشوا في تبات ونبات. بس دي بنت، يعني مش هحكي عن حاجات حزينة ولا حاجات أكشن أكيد. هحكي عن الأميرات. خلينا في النص، عشان مش عايزة تتعمق في الخيال وتكبر وتحب وما تلاقيش قصتها زي قصة الحواديت. عشان زي ما قلتلك، مش كل النهايات سعيدة. حاضر. بس لو الحب صادق هيبقى احنا اللي بإيدينا نخلي النهاية سعيدة. ما علينا. الأسبوع الجاي عندي شغل في تركيا، وهتيجي معايا، عندك مانع؟ فرحت أوي وهو بيتكلم، وبكل تلقائية قلتله طبعا هاجي معاك، ده انت لو رحت من غيري هقتلك. نعم. قصدي يعني اكيد مع حضرتك يا استاذ يوسف. تمام. بس انا ما عنديش جواز السفر والحاجات دي. انا هتصرف. تمام. عدى اسبوع، وكان جاهز كل حاجة تخص السفر، والنهاردة كان اليوم اللي هنسافر فيه. وجهزت الشنط وجهزت رمزي وكل حاجة هنحتاجها، واتجهنا للعربية اللي هتوصلنا للمطار. كنت أول مرة أركب فيها طيارة في حياتي، إحساس بالخوف والفرحة في نفس الوقت. احكيلي حدوتة. حاضر عيوني. بيبقى أسوأ وقت لما بسيب نفسي لدماغي، بفكر في حاجات كتير قوي. بفكر في اللي ظلموني واللي زعلوني، وكل ذكرياتي الوحشة. بقالي فترة بحاول أنسى اللي حصلي في القرية، بس دماغي مش سايباني في حالي. وصلنا. يعني احنا كده في تركيا؟ اه. ما جاش في بالي حاضر. غير القصة بتاعت البنت اللي اتجوزت ساري عربي، وخلته يوديها شهر عسل في تركيا، وأول ما نزلوا من الطيارة قالت له طلقني. بصت لي وأنا مبتسمة وكل حماس. طلقني. نعم. لا لا لا، أنا آسفة والله، بس عشان لسه صاحية ومفوقتش. آسفة جدا. حصل خير. هاتي رمزي ويلا. حاضر.